السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا فيديو جديد ازاي تختار العربية بتاعك لو أو بيطلع هوا سخن هوا ساقع. خلي التلاجة حاجة سهلة وبسيطة. ولو عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أول هام هنغسل تلاجة التكييف. ساعات بتبقى مليانة أطربة وبتبقى مسدودة فما بتطلعش هوا، أو بتطلع هوا تحس إن هو تراب كده، أو هوا مش كويس، او هوا ضعيف. ازاي بقى؟ هنفتح الطبلون. تلاجة التكييف بتبقى موجود تحت. نفتح الطبلون كده، هندوس دي كده، وهندوس الجنب التاني كده كده. ادي التلاجة اهي معانا. هنشيل الوش اهو ليه كليبسة من فوق كده. تمام، الوش اتشال اهو. زي ما حضراتكم شايفين تلاجة التكييف من جوه مليانة تراب ومليانة ورق شجر، ومن فوق مليانة زي عنكبوت. فاحنا دلوقتي هنغسل ثلاجة التكييف، وبعد ما نغسلها هنشوف الوضع هيبقى عامل ازاي، لان دي سبب من اسباب اللي بتخلي العربية التكييف بتاعها مش تمام. يلا بينا نغسل ثلاجة التكييف. ندخل خرطوم كده زي ما انا مدخل، ندخل بوز الخرطوم كده زي ما حضراتكم شايفين اللي بينزل. بصوا بينزل ايه، زي ما انتم شايفين كده. بجد حاجة فظيعة زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا ايه اللي بينزل. اهم حاجة بس نحط دواسة من تحت عشان المية اللي تقع نعرف نلمها. هو كده كده، بس اهم حاجة تكون الارضية جلد. لو الارضية مش جلد هنفرش مشمع، هنفرش حتة مشمع كده جلد، وبعد كده نفضل نغسل كده كويس زي ما انتم شايفين. بصوا المية اللي نازلة. يعني حضراتكم اهم حاجة نفرش حاجة في الارضية زي ما انتم شايفين كده. المية اللي نازلة مية مليانة وساخة ومليانة هباب. تلاجة التكييف بصوا ورق شجر بينزل، ورق شجر وتراب، حاجة فظيعة. مش عارفين ده كله جه منين. ده يخلي التكييف معاك تلاجة، خلي تكييف العربية كأنك لسه جايبها جديد. اديها مية على قد ما تقدر، ما تخافش يعني. ادوا مية على قد ما تقدروا. زي ما حضراتكم شايفين بصوا المية نازل منها ايه. ده كله نازل بجد من تلاجة التكييف. فانا هلم المية دي كلها بأي حاجة. يعني مثلا انا هلم كده، بس اهم حاجة تكون الأرضية جلد. لو الأرضية مش جلد نفرش مشمع. بصوا ورق شجر وحاجات فظيعة نازلة من تلاجة التكييف. ايه ده بجد ايه ده. اصل تلاجة التكييف بتلم أطربة وبتلم زبالة كتير. الفلتر لما حضراتكم بتسيبوه فترة، فالفلتر ما بيقدرش يقاوم، ما بيلم. يعني هو بيلم على قد ما بيقدر. بعد كده الفلتر مش عارف يودي الأطربة والحاجات دي فين، فبتضطر ان هي تركن في تلاجة التكييف. فبرجاء يعني اي واحد عايز يحافظ على تكييف عربيته يغير الفلتر باستمرار. يعني على طول يغير فلتر عربيته. ننفض بقى التكييف تنفيضة حلوة.
تلاجة التكييف بالهواء، خرطوم الهواء. زي ما حضراتكم شايفين كده هتلاقوا ايه التلاجة نطفت بأمر الله. بصوا كده معايا التلاجة اهي نطفت جدا كده. التلاجة تطلع هوا يعني مش قادر اقول لكم، تطلع هوا تلج. فلو كل حاجة مظبوطة، الفريم مظبوط والشحن مظبوط وكل حاجة مظبوطة، يبقى هي التلاجة محتاجة تتنضف. التلاجة والسربنتينة تاخد خرطوم مية حلو كده ضغط، وتلاقي التكييف بقى معاك تلاجة. ورجاء لو عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين اهي، موضوع سهل وبسيط. شكرا، انتظروني في فيديو جديد. يلا بينا يا جماعة نشغل التكييف، نشوف هل التكييف بعد غسيل التلاجة بقى كويس ولا كأننا ما عملناش حاجة. هو التكييف كان بيجيب هوا ضعيف جدا جدا جدا. يلا بينا نشغله. التكييف كده على 4 اهو، ادينا بنشوفه. لا بصراحة في اختلاف جامد كمان. هو الأول كان بيطلع هوا ضعيف، يعني هوا لازم ازود له بنزين، يعني لازم احط رجلي على الدواسة عشان يطلع هوا جامد. لا هو دلوقتي الهوا في اختلاف جدا 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 جدا. جربوا الموضوع ده وهتدعوا لي بجد. اللي يعرف يعمله بنفسه تمام، اللي مش هيعرف يروح لاي بتاع تكييفات يقول له عايز اغسل تلاجة التكييف، بس هو يطلع الفلتر. لو لقى الفلتر مليان تراب بكميه جامده يغسل تلاجة التكييف.